السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج مونديال 22 الذي يبث عبر منصات موقع 22 الإعلامي طيلة أيام مونديال قطر 2022. معنا لهذه الحلقة الكابتن والمحلل والمدرب السيد فراس القدومي. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك اختي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعني طبعا فوز تاريخي لأسود الأطلس يكتب بماء الذهب، واليوم كان عرس لكل العرب للمنتخب بمناسبة فوز المنتخب العربي المغربي على نظيره البرتغالي بهدف واحد مقابل لا شيء. ما رأيك بأداء اللاعبين وما رأيك في هذه النتيجة؟ اول شيء الحمد لله كثير، يعني انهم فرحونا المنتخب المغربي الشقيق. احنا كعرب يعني بنفتخر، والموضوع ما صار شغله صدفه وبس، يعني لا بالعكس، يعني احنا شايفين انه المنتخب المغربي قاعد يقدم كره قدم حديثه وكره قدم جميله، ويمكن اصعب منتخب كان في طريقه انه يلعب مع اكثر من فريق قوي ويوصل لنصف نهائي في البطوله. اللاعبين كلهم كانوا بيمتازوا باداء راقي جدا وباداء قوي جدا. المدرب وليد الكراكي الله يعطيه العافيه طبعا محضر وجاهز لكل السيناريوهات اللي في المباراه والاوضاع اللي راح تصير عليها المباراه. المنتخب المغربي للامانه يعني احنا شايفين انه عم بيسجل كل مباراه، عم بيقدم اداء هجومي واداء تكتيكي عالي جدا جدا، والاهم من هذا كله كمان شوفي نظافه الشباك استاذ، يعني انه متلقين هدف واحد وعن طريق نيران صديقه، يعني لاعب سجله في مرماه. المنتخب المغربي عفوا حاضر يعني في النقاط هاي، مش منتخب وليد اللحظه ولا هي موضوع صدفه، لا للامان يعني. فاحنا نحسد المنتخب المغربي والاشقاء المغاربه على وضعهم وعلى فرحتهم، ومبسوطين منهم احنا للامانه كشعب عربي، كناس احنا يعني محرومين من الفرحه هاي، ما عمرنا شفنا منتخب عربي بيوصل هاي المواصيل. شكرا من القلب للمنتخب المغربي، لاعب فردا للجماهير الحاضره بالكامل في الملعب. نعم، يعني كانت هي ضربة بالرأس الهدف الذي جاء، وكان فعلا هدف جميل جدا، ولكن كان هناك يعني بطاقة حمراء للاعب المغربي في نهاية الشوط الثاني. يعني برأيك ما سبب إقصاء لهذا اللاعب، وهل يستحق هذه الكرت الأحمر؟ طبيعي لما يكون الاندفاع البدني والقوه البدنيه حاضره في نهايه المباراه، والدفاع عن اي لقطه واي هجمه عشان ما يتسجل في مرماهم، راح يكون حاضر انه اي لاعب يرتكب خطا، وللامانه يعني كان الخطا ممكن يعني قادر انه اللاعب يتخطاه وليد شبيره، لكن للاسف يعني وجهه في المصيده هاي. ما نحكي احنا يستحق او ما يستحق، لانه بالاخير هذا تقرير حكم او هي امور قانونيه اكثر. نعم. بعتقد انا برايي الشخصي انه الاندفاع البدني، القوه البدنيه والرجوله وفرط الحماس والروح اللي كان موجودا للمنتخب المغربي كان يعني ممكن انه يكون هذا الامر، ولكن يحسب انه يعني الحمد لله انه ما انطرد بدايه مثلا خلينا نقول الشوط الثاني او منتصف الشوط الثاني، انطرد اخر باول دقيقتين من وقت الضائع اللي كان طويل اصلا، هو علينا تقريبا 8 دقائق وحط دقيقه زياده الحكم، وصلت 9 دقائق تقريبا من الوقت الضائع. نعم. أما بالنسبة للاعب أو حارس المرمى في المنتخب المغربي، حارس المرمى بونو، يعني الكل يشهد له في أنه سد منيع للمرمى المغربي. ما رأيك في أداءه؟ طبيعي كابتن أو الحارس ياسين بونو للأمانة بيقدم مونديال خيالي ومونديال رائع جدا، حاضر بكل تفاصيل المباريات، ما شفنا في أي مباراة إنه خارج عن المألوف، بالعكس قاعد بيقدم حارس مرمى اشبيليا، فريق اشبيليا والمنتخب المغربي قاعد بيقدم اداء رائع جدا جدا، وكان زي ما بيحكوا بيعطي ثقه للاعبين وبيعطي ثقه لفريقه، وهذا لما يكون عندك انت حارس بقيمه ياسين بونو للامانه يعني هاي بحد ذاتها قوه ودافع للمنتخب المغربي انه يقدر يتقدم، انه ممكن انه في ورا حارس بيتالق وقادر انه يصد اي كرات، وليد كان اليوم في الموعد كسب كافضل لاعب في المباراه، كان هو اخذ جائزه افضل لاعب في المباراه بتصدياته. شفنا يعني في بعض الكرات يعني للامانه بدها حارس متمرس وحارس صاحب حضور قوي انه يتسدلها.
ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي، ونعرج مباراة هولندا والأرجنتين الذي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بضربات الترجيح، وكان فعلا أداء مشرف لكمان المنتخب الهولندي الذي تعادل مع المنتخب الأرجنتيني بهدفين، ولكن بركلات الترجيح فاز الأرجنتين ب4-3. ما رأيك بهذه النتيجة وكيف كانت هذه المباراة برأيك؟ يعني إذا ما كانت قبل المباراة في المونديال لحد الآن من قوة ونجاعة وتكتيك وجمالية وحضور طبعا مثير، كان التقدم بهدفين والتعادل في آخر ثواني المباراة، كان هذا حاضر في المباراة أستاذي، أنه الأرجنتين كان يمثل أنه في حلم قدامه بده يوصلوا، وما تفرج على مثلا الإصابات الموجودة عنده أو على فرق مثلا بعض اللاعبين في بعض المراكز بصراحة ضعفوا في بعض المراكز. المنتخب الهولندي متجدد، خلينا نعتبر لأنه بيلعب بأسماء أغلبها جديدة، أسماء لأول مرة تلعب في محفل عالمي، قدم كرة جميلة مع المحنك فان، ولكن أنا يعني أعتبر إنه مثلا أعتقد يعني باعتقاد شخصي، وإحنا ما بنعلم على مدربين كبار أمثال فان جال وأمثال سكالوني أو أي مدرب آخر، ولكن هي ممكن بعض النقاط اللي فاتته. فان جال كان متعنت بالأسلوب، كان متعنت بالأسلوب اللي نزل فيه أمام الأرجنتين قدر بسحر ميسي بقوة وحماس لاعبين وبالدعم الجماهيري الجارف. احنا شايفين احنا بقطر الجمهور الأرجنتيني بيتفوق كافة جماهير المنتخبات في البطولة. كانت المباراة رائعة جدا، الحضور حتى التوتر إذا لاحظت كان موجود في أصوات المباراة. وبالمعلومة كانت في أكثر مباراة يقال أنها في التاريخ كأس العالم ظهر فيها بطاقات صفراء وحمراء صحيح في المباراة يعني، فكان التوتر. حتى بعد المباراة شهدنا ميسي على غير المألوف وعلى غير العادي يتهجم على الفريق المقابل، بيناقش ويستفز المدرب لويس فان جال ومع بعض اللاعبين، وحتى وصل الامور لبعض لما خرج غرفه التصريحات او اماكن التصريح كان اللاعبين برضه متوترين، وهي الامور بتدل على قديش كانت اهميه المباراه، قديش كانت الفكره مشبعه الفريقين بانه لازم يفوز ولازم يوصل، واي خساره او خروج يعتبر فشل ذريع للفريق المقابل. فعلا يعني اداء فعلا كانت مباراه جميله جدا ومن اقوى المباريات، يعني فاز فيها الارجنتين بركلات الترجيح. ما رايك وبصعوبه صراحه، ما رايك باداء ميسي اللاعب الارجنتيني؟ يعني شاهدت كثير من مجروح هذا اللاعب، لاني انا فعلا يعني احنا يعني بتمر الايام وتمر الدقائق واحنا لازم نتمتع بكل دقيقه بيلعب فيها. خيالي بيقدم اعظم اداء فردي في كاس عالم، بيلعب يعني بالامان، يعني مش دفاعا عنه ولا دفاعا ولا تخليلا من معاه، ولكن بيقدم اشياء خياليه، بيقدم ادوار ثانويه، حتى يعني بعمر 34 سنه مش صغير انه يعطي هذا العطاء ويلعب بهذه الروح وبهذا الحماس. اعتقد بيفكر بينها اخر فرصه له انه يحصد لقب كاس العالم ويتربع ممكن على صداره افضل لاعبين في التاريخ، ممكن اذا حصد لقب كاس العالم. هاي مقرونه بالفوز بالنهائي. نعم اذا عشنا باذن الله. يعني فعلا هداف قوي ميسي للمنتخب الأرجنتيني. أما بالنسبة لفوز كرواتيا على البرازيل وإقصاء المنتخب البرازيلي، هذا الفوز الغير متوقع للكرواتيا للمنتخب الكرواتي، ما رأيك بهذه النتيجة وما رأيك بهذه المباراة؟ المنتخب الكرواتي أسياد من سحبوا المباراة للاشواط الاضافيه وركلات الجزاء في اخر 8 مباريات بادوار اقصائيه، سحب المباريات للاشواط الاضافيه في كاس العالم 2018 في روسيا، وكاس العالم 2022 المباراتين اللي لعبوهن في دور 16 ودور 8 امام البرازيل، وكمان في يورو 2016 ويورو 2020 وصلوا الاشواط الاضافيه اخر المباريات. يعني تخيل انت قديش عندهم صبر وجلد على اللعب، وقدروا يتعاملوا بكل القوه وبكل حنكه مع هجوم البرازيل الكاسح. البرازيل اللي بيملكوا يعني خارج الملعب اسماء مخيفه اكثر من جوا الملعب، فهذا يحسب للمدرب الكرواتي واللاعبين اصحاب الخبره مثل بروزوفيتش ولوكا مودريتش، واللي بيقدمون برغم تقدمهم بالعمر، وبعض الاسماء كمان اللي بتشتغل بالامانه يعني بتكتيك عالي جدا وبانضباط. كرواتيا ليست مفاجاه، بس
بقدر ما هو عمل فريق منظم. نعم. واعتقد راح تكون يعني مباراه صعبه على المنتخب الارجنتيني من كرواتيا، يعني ما نفكر انه الكروات انه فريق بعيد، لا للاسف فريق قوي جدا. صحيح. والارجنتين راح يقابل يعني فريق قوي جدا، وراح نشوف ملحمه كرويه بين الاثنين بيلعبوا بروح عاليه وبانضباط تكتيكي. نعم، متحمسين نشوف المباريات القادمة. كابتن فراس، توقعاتك في المنتخب الذي سيحصل على كأس العالم برأيك؟ انا ما زلت عند رايي من بدايه كاس العالم، قلت ان المنتخب الفرنسي بالمقام الاول ثم البرازيلي ودع وما قدر يكمل. نعم. فاعتقد انا بتروح صوتي يعني المنتخب الفرنسي اللي بيمتلك سكواد عالي جدا، بيمتلك اسماء ومدرب خبير. نعم. وبيمتلك لاعبين ممزوجين ما بين الشباب والمهاره وما بين الخبره والرزانه في الملعب. نعم. اعتقد هم الاوفر حظا، ولكن كاس العالم هاي بنشوف قاعد يقدم لنا مفاجات، بيقدم لنا دروس في عدم التوقع للامامي، مثل ما شفنا بالمغرب. هاي كرواتيا اخرج البرازيل، والمغرب اللي بيوصل نص النهائي. وان شاء الله طبعا نشوف المنتخب العربي احنا يعني في نهائي كاس العالم، يكون حلم يتحقق لكل الشباب العربي والشعب العربي. مونديال قطر 2022 يحمل في طياته الكثير من المفاجآت، لا زلنا نشهد يعني مفاجأة وراء مفاجأة. هي إضافات أخرى كابتن بتحب تحكيها قبل ما ننهي الحلقة؟ أنا أتمنى أن نشكر أول شيء الشعب القطري والحكومة القطرية على تنظيم المونديال بشكل رائع جدا، وتمسكهم بقراراتهم وتمسكهم بمبادئهم، ورفع شارة العرب والمسلمين الحمد لله. يعني في مونديال قطر كان أمر لنا مفخرة، ونفتخر يعني بتوحيد العرب كنا وراء منتخباتها ووراء قطر. نسأل الله ذلك أن يتممها على خير معهم، وينهوا مونديال يكون من أعظم المونديالات اللي بتصير في اللي صارت يعني طبعا من بدايه الانطلاق المونديال. وشكر خاص لكم دائما لدعمكم وايجادكم البرامج ودعم الشباب، وايصال اصوات بعض الشباب الى الناس تسمعهم وتعرف شو بيحكوا كيف بيحكوا وشو الطريقه اللي بيشتغلوا فيها. نعم. أعزائي المشاهدين، كان معنا الكابتن فراس القدومي المحلل والمدرب. شكرا جزيلا لك كابتن. شكرا لك. شكرا. أعزائي المشاهدين، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا في حلقات جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.